الفيديو بتاع النهارده هنجرب نوعين النودلز الولاد دول. يودلز الواحده ب5 جنيه، انتاج مصري. دي بطعم كاري الدجاج، دي تقريبا واحده موجوده عندهم. دي بطعم اللحمه. سويهم بسرعه وارجع على طول. عملتهم هما الاثنين. هنبدا الاول. دي اعتقد دي الكاري. دي الفراخ الكاري. ده الباكت فيه التوابل والشطه. كان نبدا نقلبه. ريحه الكاري اللي فيه قويه جدا عامه. الاول معلقه منها ونقول بسم الله. 10 على 10، احسن من اندومي الفراخ مليون مره. طعم الكاري باين فيها قوي قوي قوي، وطعمه حلو بطريقه مش طبيعيه. هي اللي بطعم اللحم نفس الباكت شطه، ولكن بتاع اللحمه نفسه الريحه بتاعت طعم اللحمه بتاعته حلوه قوي، قويه جدا، واضحه قوي قوي قوي. كان اقوى من بتاع الاندومي بكتير. كل اول معلقه من البسم. 10 على 10 ونجمه. بص، نصيحه لما تيجوا تعملوا النودلز عامه اللي هي المصريه او الاندومي، بلاش تعملوها في شوربه، لان طعم الشوربه بياخد طعم التوابل كله. النوع ده من النودلز بيتصفى من الميه، بعد كده تحط عليه التوابل. الرامن او الراميون هو اللي بيتعمل بالشوربه. اني شفت كذا فود بلوجر جاب نفس المنتج ده وحط عليه ميه، وفي الاخر قال ان طعمه ضعيف. طبيعي هيكون طعمه ضعيف لانك عامله بالميه، هو مش بيتعمل بالميه. لما تسويه صفي الميه منه وحط التوابل عليه. خلاصه الاثنين 10 على 10 ونجمه، منتج مصري يستحق التقدير. لايك، فولو، اشتراك، كل يوم فيديو جديد.